dan ukur makna. Sedikit saja makanan yang tidak halal adalah berumum, itulah yang menggagalkan Imam sampai kepada. Jadi ini syarat. Yang kedua syarat kita minta kepada Allah. Kalau urusannya tidak akan jelas, jangan bersegera. Jangan diapapun darah, serahkan kepada Allah. Jadi itu kuasa. Kemudian untuk seluruh dari doa dan sampai syaratnya harus di dalam Islam. Rasul menceritakan seorang lelaki, dia di dalam berdoa, badannya duduk. Tidak ada manusia yang hanya dia sendirian dalam udara yang hidup sana. Dua tangan didudukkan ke atas. Ucapannya ya Allah, hai Tuhan, hai Tuhan. Pakaiannya mereka. Ini misalnya kita berpuasa. Ya Allah beri kepada kami. Ada yang berdoa kami dan pakaiannya. Wa makanan haram, makanan haram, minuman haram, bagi kami yang haram, fa'alna yustajab, tidak akan diperkenankan. Jadi inilah yang harus kita selamatkan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Maka mari kita mengatakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرضيا عندك يا ارحم الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ثبت ايماننا واحسن اسلامنا واحسن خلقنا واحسن اعمالنا وأحسن نياتنا واجعلنا من المحسنين اللهم أنزل الرحمة والبركة والسلامة والعفو والعافية دائما علينا وعلى والدينا وعلى أولادنا وعلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وكل من هو عدو للدين والفقراء الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون أولياءك إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
Wabillahi